هو ليه الشباب المصري بيشتكي كتير كده؟ ده تعليق جالي كتير. ايسر هو انت بتشتكي كتير كده، بتشتكي كتير كده ليه؟ حابب اقول لك حاجه، ما بنشتكيش، احنا اصلا كده مش بنشتكي، بس هقول لك على اسباب تخلينا نشتكي. تمام؟ لو ده اللي انت حاطه في دماغك عن الشباب المصريين في الفتره دي. اول حاجه، لما حد، خليني ابتدي بالمثال، لو جبنا تربه بلاستيك، تمام، وزرعت فيها حاجه وقعدت تسقي التربه البلاستيك كل يوم تسقي التربه البلاستيك، هل الزرعه او الورده او اي حاجه انت زرعتها هتكبر او هتطرح او هتعمل اي حاجه؟ مش هتتغير. ده اول سبب اي شاب دلوقتي ممكن يشتكي عشانه. انا بحس اني بزرع وبسقي تربه مش خصبه، ما بتديليش اي حاجه. هو دلوقتي انا مثلا كايسر هقول على تجربتي، تمام، مش هعمم، لو انا بدي 129% من الافورتس، من مجهودي ومن شغلي ومن كل حاجه انا بديها، ومن كل حاجه اقدر اديها، وما لاقيش في المقابل، ايه اللي ممكن يحصل؟ اكيد هشتكي، يا اما هحس بعدم العدل في الموضوع، ان انا مش بلاقي على قد ما انا بدي. دلوقتي انا مثلا، انا كايسر لما اشوف حد في سني مثلا في برلين ولا في دوله اوروبيه ولا في اي دوله عامه يعني، بيدي، مش هقول بيدي اكتر مجهود، بيدي نفس المجهود اللي انا بديه وبيلاقي، هل انا مش هحس اني غيران؟ هل انا مش هحس اني لا يعني في حاجه مش طبيعيه، في حاجه ما بتدينيش حقي كشاب موجود حاليا بعيش في القرن ال21 في سنه 2026؟ اكيد هحس بالغيره، او اكيد هقارن، حتى لو انا كايسر او كشخص مش عايز اقارن. تجربتي الشخصيه كايسر. تاني سبب، القطاع الخاص. القطاع الخاص فاهم الكلمه، شغل شغل شغل، ويقول لك استنى هديك، هرقيك، هخليك مش عارف ايه، هديك بروموشنز، هديك فلوس، هديك، وممكن بعد ما ادي بس ادي، وبعد ده كله ممكن يقلشك عادي. حصلت معايا مرتين ايام اكتوبر 2023، وحصلت معايا السنه اللي فاتت. تمام؟ ايسر ممكن يكون العيب فيك، طبعا ممكن يكون العيب فيا 100%، بس دي سيناريوهات بتحصل لناس كتير. مش هقول لك كمان هم موجودين، او انا اصحابي، او انا ناس بشوفهم او اعرفهم عن قريب، يعني ناس حتى ما اعرفهاش بشوفها على النت. تمام؟ ثالث حاجه، المصلح الاجتماعي. دلوقتي احنا بلاش احنا، ايسر ما تعممش، هتكلم على تجربتي. ايسر مطلوب منه ان هو يكون المصلح في اي مكان يروح فيه، في بيته في بيته مع اصحابه، في الجيم، في الشارع، في بلده، في شغله، لازم يكون ايسر صلح. احنا بص يا عم، احنا يعني ما صلح، انت ادخل صلح. هل انا مستعد اصلح؟ 100%. هل انا كشاب مصري في 2026 عايز اصلح؟ طب 100%. عملتها كتير. ايه المقابل؟ ما انت اديني مقابل يا حبيبي علشان اصلح. عملتها كتير قبل كده وما لقيتش اي مقابل، زيرو. وانا لو كنت لقيت مقابل كنت هقول لك دلوقتي، ولو في حد شبهي لقى مقابل ما يقول انا عملت وصلحت ودخلت في بيئه مش كويسه كشغل مثلا او اي حاجه تانية، لقيت 1%، لقيت 23%، لقيت 29%، وحد يكره؟ يعني هل انا اكره اني لما اشتغل واتعب واصلح الاقي؟ مش هكره. ثالث او رابع حاجه، دي مشاعري متلخبطه فيها شويه، الباسبور يا جدعان. الباسبور بتاعي كايسر، كشاب مصري، للاسف يعني انا متفهم ان، لا مش متفهم بصراحه، كنت اقول متفهم حته الدول العالم الاول والثالث والرابع وال15 وال20، لا مش متفهم. يعني ايه حد علشان انت ابيضاني مثلا؟ طب ما انا ابيضاني يعني، مش انا عشت ابيضاني وعينيك يعني زرقاء ومش عارف ايه، فالباسبور بتاعك احسن ويخليك تيجي هنا، يخليك تيجي عندي، تمام، يخليك تيجي عندي وتروح اي مكان انت عايزه من غير فيزا ومش عارف ايه، وتشتغل، واتحاد اوروبي ومش عارف ايه، باسبور امريكي، باسبور سنغافوري، باسبور. ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل كده. عارف طبعا ان في ناس كتير للاسف مننا، مش عارف يعني كمصريين او كمنطقه، بس بسبب برضه مش قادر، بسبب ظروفهم الاجتماعيه والاقتصاديه وكل حاجه بيمروا بيها، بيبقوا عايزين
يهربوا يهربوا. فطبعا ايه بقى كسر الفيزا والحاجات دي كلها، الحاجات اللي احنا عارفينها، الحاجات الكيوت دي، مش كيوت طبعا، انا بهزر. فدي مديانا سمعه اللي هو ليه اجيب شخص كايسر، ولو ان انا مثلا انا برضو بقول على نفسي عشان مش انا شخص كويس وعارف اني لو طلعت مثلا فيزا عمل او اي حاجه مش هكسر، عادي همشي جنب القانون، انا بحب امشي جنب الحيط، انا ماشي في الشارع اهو جنب الحيط عادي، ما مش هكسر وهعمل الحاجات دي كلها. بس متفهم ان في سمعه سيئه من ناحيتنا بسبب اعمال المفروض ما كانتش تحصل، بس برضه متفهم ومش متفهم الصراحه. وانا كايسر والله العظيم ما بشتكي عن الفلوس، برضه مش عايز اعمم عشان كده بتكلم على نفسي، بس مش بشتكي علشان الفلوس، انا بشتكي على lack of opportunity، الفرصه اللي مش موجوده. زي ما كنت بقول لما حد يدي كل حاجه يقدر يعملها ويشتغل على نفسه. وخلي بالك انت اصلا ممكن حد يقول ايسر ما انت ممكن تكون شخص ما بتعرفش تشتغل، منطقي، او مثلا مش كويس في شغلك، بس لا، دي بقى احب اقول لك غلط. ليه؟ لاني بعرف الفيدباكس وبيتقال لي فيدباكس في وشي، ودايما بسال على الفيدباكس، قول لي انا بعمل ايه، قول لي انا محتاج اصلح ايه في شغلي، قول لي محتاج اصلح ايه في شخصيتي ومش عارف ايه. واي مدير انا اشتغلت معاه في حياتي هيقول لك كده، حتى لو هو كارهني وما كانش حابب حياته. انت فاهم عايز اقول لك ايه؟ ده مثال يعني لو احنا بنتكلم سنس احنا بنتكلم عن الشغل. وبعدين في حاجه اسمها emotional burn out يا جماعه. انت لما تدي من طاقتك كتير قوي وما تاخدش، بيحصل لك بيرن اوت، بتتحرق، هو التعبير حرفيا كده، انت بتتحرق، لان انت خلاص ما بقاش عندك حاجه تديها. ولما تقول يا جماعه انا بتعسف من الاقتصاد، او انا بتعسف من الاسعار، او انا بتعسف من الحاجات اللي انا ماشي اصرف فيها والدخل مش بيساويها، انت ايسر انت بتشتكي ليه؟ ايسر انت كراجل بتشتكي ليه؟ مش هقول بقى الشباب بقى، اتكلم عن نفسي بقى، ايسر تشتكيش، روح اشتغل ولا روح اعمل اي حاجه وما تتكلمش عن مشاعرك. كل ده مش مشاعر، انا بتكلم عن واقع انا عايش فيه. سبب اخير، انا عارف ان في ناس ممكن تقول ايسر هو ده معناه ان انت ما بتحبش البلد. ادخل بص على فيديوهاتي على تيك توك، يعني على مدار السنتين مثلا اللي فاتوا ولا حاجه، لا انا ممكن اموت علشان بلدي، مش ممكن هعملها عادي لو طلبت في جيش بعد الشر. يعني لو عايز اقول لك الفكره، يعني اي حاجه حصلت لا انا ممكن اموت علشان في حاجه بقى اكتر من كده. يعني هل في حاجه اكتر من دي ان انت ممكن تموت علشان بلدك؟ متهيألي مفيش حاجه شبه دي، تمام؟ تسيب عيلتك وتسيب مش عارف وتموت علشان بلدك، مفيش حاجه اكبر من دي، انا ممكن اعملها، تمام؟ وعارف ان في ناس كتير شبهي في الموضوع ده، وانا بتكلم علشان انا عايز اصلح. يعني انا بتكلم علشان عايز اشوف حاجات انا بواجهها كشاب في مصر في 2026، علشان عايز اصلحها. وعلشان تصلح حاجه لازم تواجهها فيس تو فيس زي ما بيقولوا، لازم تقف كده في وشها وتقول لها انت فيكي 1 2 3، تعالي نصلح. الخطوه الجايه انا قلت لك ايه المشكله اللي عندك، عايز اصلح معاكي. الخطوه الجايه ان احنا نصلح مع بعض، عادي ما عنديش مشكله. يلا نصلح مع بعض، بس نصلح وتحط الافورتس وتحط المجهود اللي انا كشخص هحطه. ممكن احط شويه اكتر عادي مش مهم، بس حط مجهود وحط efforts زي ما انا بعمل.